بسم الله الرحمن الرحيم. معنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، هنضيف عليهم كزبرة ناشفة، بابريكا، ملح، كمون، فلفل أسمر، فلفل أخضر متقطع حلقات ناعمة جدا، بصل مبشور. نقلب الكلام ده كله، نخلط المكونات دي عشان ناخد أحلى تتبيلة حواوشي. النهاردة هنعمل حواوشي بالعجينة، حواوشي الاسكندراني. تمام كده. نيجي بقى العجينة، كوباية مية دافية، معلقة سكر، معلقة كبيرة من الخميرة، نخلطهم مع بعض ونسيبهم كده دقيقتين 3، الخميرة تتفاعل. نحط شوية من الملح بقى عليهم، نقلب الملح، وبعد كده نخلط الدقيق معانا، دقيق منخول طبعا. نلم العجينة، بعد كده نحط شوية من الزيت ونلم بيهم برضو العجينة. تمام كده. نغطي العجينة ونسيبها تريح شوية 10 دقايق كده. بعد كده نجيب العجينة نكورها كور على قد رغيف العيش اللي احنا محتاجينه. نكمل العجينة كلها بالشكل ده، ندهن العجينة دي الكور دي بشوية زيت، فرشة زيت كده، ونغطيها تريح برضو 5 دقايق. بعد كده بقى نفرد العجينة الكورة، نحط فيها كمية اللحمة المظبوطة، نكورها ونقفلها، نفرد بالفرادة فرشة زيت، حبة البركة مع سمسم، ندوس عليهم بالفرادة عشان ميقعوش. نعمل بيت الكمية كلها معانا بالشكل ده كده. تمام كده. هندخل بقى الصاج ده الفرن على 200 درجة لمدة نص ساعة بالظبط. هيطلع لنا بالجمال والروعة دي، وأحلى حواوشي اسكندراني بطريقة بسيطة وسهلة وجميلة، وطعم لا يعلى عليه. بالهنا والشفا يا رب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.